مرحبا للكل، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. واليوم عنا وصفة عجينة القطايف. خلونا نبلش بتطبيقها. هلا عندي هون الخلاط، 3 كاسات من المي، ضيفهم كل المكونات للخلاط، وعندي كاستين من الطحين، وهي الكاسة الثانية، وعندي نص كاسة من السميد الناعم، وعندي هون ربع معلقة من الخميرة الفورية، ظرف كامل من الفانيلا، وعندي معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وعندي هون معلقتين كبار من السكر، وعندي معلقة كبيرة من النشا البودرة. وبشغل كل الخليط بالخلاط، وهلا بقيمه من الخلاط وبحطه بقلب وعاء وبتركه لحتى يتخمر. بدي خليه نص ساعة. هلا بعد ما حمي معي السيف، فيكي تحطيه على القلاية وتحميه على الغاز، وإذا كان عندك السيف تبع الكريب كمان فيكي تساويها. هلا حساوي معكم. هي ساويت اول تنتين مثل مو شايفين شلون القوام تبعها بجنن وطرية وغير شكل. هلا بتركها هون على جنب لحتى تبرد، واكيد بسكر عليها فوطة المطبخ. وهلا هيك مثل ما شايفين كمان القوام تبعها والخط تبعها بجنن. من قيمة بنحطها دغري على جنب ومنغطيها بفوطة المطبخ. نرجع بناخد كمية تانية لحتى تخلص الكمية كلياتها اللي عندي اياها. وهلا هيك بتكون خلصت معنا عجينة القطايف، يلي فيكي تحشيها كل الحشوات يلي بتحبيها، من الجوز للجبن للقشطة. مثل ما شايفين العجينة هشة وبتجنن، وهاد الخط يلي بياخد العقل. وإذا حابين مثل ما شايفين هيك. وهلأ لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.